أين المستقبل؟ درسنا الابتدائي لأجل المستقبل. ثم قالوا ادرسوا المتوسط لأجل المستقبل. ثم قالوا ادرسوا الثانوي لأجل المستقبل. ثم قالوا ادرسوا البكالوريوس لأجل المستقبل. ثم قالوا توظفوا لأجل المستقبل. ثم قالوا تزوجوا لأجل المستقبل. ثم قالوا أنجبوا ذرية لأجل المستقبل. وها نحن اليوم منا من وصل 70 عاما ولا يزال ينتظر هذا المستقبل. المستقبل ما هو إلا خرقة حمراء وضعت على رأس ثور يلحق بها ولن يصلها، لأن المستقبل إذا وصلت إليه أصبح حاضرا، والحاضر يصبح ماضيا، ثم تستقبل مستقبلا جديدا. إن المستقبل الحقيقي هو أن ترضي الله وأن تنجو من ناره وتدخل جنته. علموا أبناءكم أن النجاح الحقيقي هو الفوز بالجنة، وليس النجاح الدنيوي الذي ينتهي عند باب المقبرة. اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة.